مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يقدمها لكم محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. الإقليم الأوسط يحتفل باليوم العالمي للمرأة. تنظيم الشباب العملي يعقد مؤتمرين في لوكا عن سبب. تنظيم دورة تدريبية في مديرية حبرة. مسلحون يخطفون أكثر من 200 طالب من مدرسة في نيجيريا. روسيا تلوح بطرد دبلوماسيين يتدخلون في شؤونها. شركات الدفاع الفرنسية تخطط لإنتاج معدات عسكرية في أوكرانيا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. احتفل الإقليم الأوسط اليوم بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في حفل أقيم بأرض المعارض الإكسبو في العاصمة أسمرة. وقالت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي في الكلمة التي ألقتها في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة، قالت أن الثامن من مارس مناسبة لتجديد العهد في مسيرة النضال لتحقيق المساواة الكاملة وحماية المكتسبات والدفع بها قدما. وأوضحت بأن التقدم المحرز في النضال من أجل تكافؤ الفرص والحقوق للمرأة هو جزء من ثقافتنا وتاريخنا السياسي اللذين نفتخر بهما، داعية لتضافر كافة قطاعات المجتمع لخلق الفرص المتوازنة والأفضل للأجيال. وبهذه المناسبة تم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الخطابة التي أقيمت بين 22 مدرسة ثانوية بمناسبة يوم المرأة العالمي، والفائزات في مسابقة المعلومات العامة التي أقيمت بين الموظفات من مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تكريم الطالبات اللواتي حققن نسبة أكثر من 96% في امتحانات الشهادة المتوسطة. وتخلل الحفل فقرات فنية عكست هذا اليوم. في غضون ذلك نظمت هيئة أركان السلاح بوزارة الدفاع فعاليات بمناسبة الثامن من مارس عكست دور وبطولة المرأة الإريترية في مختلف مراحل النضال. وفي الحفل الذي أقيم يوم السابع من مارس قدم قدام المناضلون أعضاء الإمداد شرحا عن التاريخ النضالي للمرأة ومساهمتها. احتفل الإقليم الجنوبي بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة يوم السابع من مارس مع أعضاء مؤسسة الغلال والمواشي في حلحلة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم السيدة سناية أفورقي في الكلمة التي ألقتها أن شعب إريتريا يتمكن بفضل وعدته من التغلب على التحديات الصعبة في النضال من أجل استغلال وحماية السيادة وبناء الوطن، حيث كان للمرأة دور كبير في ذلك. وأعربت عن إيمانها الراسخ بأن هذا الإنجاز سيتكرر في المرحلة الجديدة. وأشار حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتاب تسفاسيون إلى دور ومساهمة المرأة الإريترية في مختلف المراحل، مؤكدا ضرورة نقل هذه القيم وتوريثها للأجيال. من جانبه أشاد مدير مديرية دبار والسيد فريونجيل تغلاي معنوت ومدير مؤسسة المواشي والقلال الرائد كبراب أبراهام بالمشاركة الكبيرة للمرأة في جميع برامج التنمية، مشيرا إلى تمكن أكثر من 3000 مواطن و80% منهم من النساء من الخروج من الاتكالية وتسير حياة معيشية مستقرة نتيجة لفرص العمل التي خلقتها مؤسسة المواشي والقلال ومشروع الدهلو. من جهة أخرى قام مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية مندفرة بتقديم الأموال التي تم جمعها من الموظفين الحكوميين وإدارة الضواحي على المحتاجين والمرأة الشابة المتفوقة في التعليم والرياضة بمناسبة الثامن من مارس. وفي المناسبة التي جرت يوم الرابع من مارس في شخاوة دبسترات ذكرت مسؤولة المكتب أن هذا التبرع هو استمرار للأنشطة المنفذة من وقت لآخر، مشيرة إلى تقديم مبلغ حوالي 140 ألف نقفة العام الماضي ل110 من النساء. أقام إقليم جنوب البحر الأحمر حفلا بهيا بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة في مدينة عصب. وألقيت في المناسبة التي حضرها حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاهي وقائد القيادة الشرقية العميد إبراهام عندوم كلمات الاتحاد والشركاء، فضلا عن تنظيم فعاليات فنية تعكس دور المرأة في برامج التصدي والتنمية. وقدمت في المناسبة الجوائز للطالبات الفائزات في مسابقات المعلومات العامة المنظمة على شرف المناسبة وتكريم الطالبات المتفوقات في امتحانات الشهادة المتوسطة. في غضون ذلك قدمت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية عبد القيح وعضوات المكتب المركزي لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية في أسمرة دعما عينيا لمريضات الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي في الزيارة التي قمنا بها يومي الخامس والسادس من مارس. وقالت مسؤولة فرع الاتحاد في مديرية عبد القيح السيدة ترحاسة وعلوم ومسؤولة المرأة في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة سقا مسكنة أن تمضية يومهن مع مريضات الناسور جاء للدعم والتشجيع المعنوي.
وأوضح أخصائي النساء والولادة الدكتور هبتي هايل ملكوت إجراء عمليات جراحية ل 500 من مريضات الناسور في المستشفى، داعيا للعمل الجاد من أجل توعية المجتمع في مجال مكافحة زواج القاصرات وختان الإناث اللذان يتسببان في حدوث أضرار صحية ونفسية للمرأة. أفاد المزارعون والمهنيون الزراعيون أن زراعة الطاف المروي حقق نتائج مرضية في ضاحية أفهمبول بمديرية دقة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد تدروس قبل مريم أن الطاف المزروع هذه السنة في مساحة 120 هكتار من الأراضي يحقق نتائج مشجعة. وذكر المزارعون أن الاعتقاد كان سائدا من قبل بأن الطاف يزرع فقط في الهضبة، وتأكد الآن إمكانية زراعته بالري في المخفضات بفضل إرشادات خبراء الزراعة. عقد تنظيم الشباب العامل في مديرية لقو عن سبا مؤتمره وانتخب لجنة تنفيذية جديدة لمدة عامين. وذكر مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد حسن محمد نور أهمية التنظيم ومساهمتهم، مشيرا إلى دوره الطلعي في جهود تنشئة شباب أكفاء في هذه المرحلة الجديدة. ودعا مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القاش بركة السيد تخلي زرقي إلى تواصل دعم الإدارات لإنجاح أنشطة التنظيم. ومن جانبهم حث المشاركون بتنظيم الشباب العامل للاستفادة المثلى من موارد المديرية والعمل على توعية وتنظيم الشباب. وأكد مدير مديرية لقو عن سبا السيد إبراهيم حقوس استعداد المديرية لتقديم الدعم اللازم للاتحاد. تلقى 90 شابا بينهم 43 من الإناث في 5 مارس دورة تدريبية في العديد من المهن المختلفة ببلدة عريتاي حاضرت مديرية هابرو في إقليم عنسبة. تدرب 31 من الشباب في مجالات مد خطوط الكهرباء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لمدة 5 أشهر و59 في العلوم الاجتماعية لمدة 45 يوما. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد نور همت في مراسم التخرج في 5 مارس في بلدة عريتاي أن التدريب على الكهرباء والطاقة الشمسية نظم بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وقد قدمت في المناسبة جوائز للفائزين في مسابقات المعلومات العامة. من جهة ثانية تخرج في 6 مارس 52 موظفا بينهم 40 من الإناث من دورة تدريبية في لغة الإشارة لمدة 6 أشهر في مدينة كرن. وقال مسؤول جمعية الصوم في إقليم عنسبة الأستاذ زجن زرقابر أن التدريب الذي يجري للمرة 11 يهدف إلى حل المشكلات التي يواجهها الصوم بسبب إشكالية التفاهم. وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للصوم السيد ولد ميكائيل سئلي أن تعلم لغة الإشارة يعني مساعدة المحتاجين، ودعا جميع الأقاليم على الاهتمام بها وإدراج المدارس والمؤسسات الحكومية في برامج عملها. هذا وقد قدمت جمعية الصوم في إقليم عنسبة الدورات التدريبية في لغة الإشارة ل 835 مواطنا من المدارس والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الدينية وغيرها. دعت إدارة مديرية هيكوتا إدارات الضواحي لتعزيز دورها في إنجاح برامج التنمية الجارية بالتعاون مع مؤسسات الحكومة وقوات الدفاع. جاء ذلك خلال لقاء الإدارة مع سكان والجهات الحكومية. ودعا مدير مديرية هيكوتا سيد شيخ الدين صالح إدارات الضواحي إلى القيام بدور رائد في تعزيز تنظيم الشعب لإنجاح برامج التنمية وتحسين الخدمات الإدارية. ومن جانبهم اقترح المشاركون في تلك الاجتماعات إلى إيجاد حلول لمشكلة مياه الشرب في العديد من القرى والإسراع بإنشاء مستشفى عمومي والنظر في توفير الجرارات الحكومية مسبقا. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. قال معلم ومسؤول محلي وآباء أطفال مفقودين أن مسلحين في نيجيريا خطفوا أكثر من 200 طالب في بلدة كوريجا بشمال البلاد في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021. ولم ترد الشرطة في ولاية كادونا على طلبات التعليق على عملية الخطف. وأرجع الأهالي والسكان حادث الخطف إلى انعدام الأمن في المنطقة. وتعد عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين ظاهرة متكررة في شمال نيجيريا، مما يؤدي ذلك إلى تعطيل الحياة اليومية ومنع آلاف الأطفال من الذهاب للمدارس. وكانت آخر عملية اختطاف كبيرة تم الإبلاغ عنها لأطفال المدارس في كادونا في عام 2021 عندما خطف مسلحون أكثر من 150 طالبا وعاد الطلاب لعائلاتهم بعد أشهر بعدما دفعوا فدية.
قالت وزارة الخارجية الروسية أنها استدعت لين تراسي السفيرة الأمريكية في موسكو لتحذيرها من أنها ستطرد دبلوماسيين أمريكيين ترى أنهم يتدخلون في شؤونها الداخلية. وأصدرت موسكو التحذير قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية المزمعة في الفترة من 15 وحتى 17 من مارس. وقالت وزارة الخارجية في بيان أنها ستراقب ما وصفتها بالأعمال التخريبية ونشر المعلومات المتعلقة بالانتخابات. وأضافت أن مثل هذا السلوك سيتم التصدي له بصرامة وحزم، بما في ذلك طرد موظفي سفارة الولايات المتحدة المتورطين في مثل هذه الأعمال باعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وبخت السفيرة تراسي بعد تصريحاتها حول تطوير علاقات إنسانية مع شعب روسيا، متناسية دعم واشنطن للأنشطة التخريبية. قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن فرنسا تهدف إلى تشجيع بعض شركات الدفاع المحلية على إنتاج معدات عسكرية تحتاجها أوكرانيا بشدة على الأراضي الأوكرانية. وقال أن 3 شركات فرنسية ستبرم شراكات مع شركات أوكرانية تحديدا في قطاعي الطائرات المسيرة والمعدات الأرضية لإنتاج قطع الغيار على الأراضي الأوكرانية وربما إنتاج الذخيرة في المستقبل. وألمح إلى أن الشركات المشاركة ستشمل شركة تصنيع الدبابات KNDS وهي الشركة القابضة التي أسستها شركة تكستر الفرنسية وشركة كراوس مافي ويغمان الألمانية. في الخبر الأخير احتفل جنود من دول من بينها الولايات المتحدة وتايلاند بنهاية أكبر مناورة عسكرية في المنطقة من خلال المشاركة في تمرين إطلاق الذخيرة الحية. فمن الهجمات المدفعية وقصف الطائرات المقاتلة إلى العمليات البرية شارك 137 مشاركا من تايلاند والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مناورة الأسلحة المشتركة بالذخيرة الحية، والتي تضمنت أسلحة حديثة بما في ذلك مقاتلات من طراز F-16 ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة التايلاندية. وتعد مناورات كوبرا جولد السنوية واحدة من أطول المناورات العسكرية المتعددة الأطراف في العالم والأكبر في جنوب شرق آسيا، وهي بمثابة منصة رئيسية لواشنطن لدعم التحالفات في آسيا في وقت تتزايد فيه المنافسة مع الصين. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الإقليم الأوسط يحتفل باليوم العالمي للمرأة. تنظيم الشباب العمل يعقد مؤتمره في لوغو عن سبب. تنظيم دورة تدريبية في مديرية هبرو. مسلحون يخطفون أكثر من 200 طالب من مدرسة في نيجيريا. روسيا تلوح بطرد دبلوماسيين يتدخلون في شؤونها. شركات الدفاع الفرنسية تخطط لإنتاج معدات عسكرية في أوكرانيا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.